الكرخ يهزم النجف بخماسية مقابل هدفين، وكورة يتابع التصريحات. حقيقة نحن مصممين انه نحن النتائج الحمد لله نكمل النتائج الإيجابية، وهذا الشيء يعني ظهر جليا بالمباريات السابقة. وهي المباراة نحن طموحنا انه نحسن ترتيبنا، وصلانين نحن المركز السابع، عندنا طموح نصير سادس، وممكن ما في شيء مستحيل بكرة القدم، نطمح للوصول للمركز الخامس، وهذا شيء إيجابي لنغير صورة كان متعرض لها نادي الكرخ بالمواسم السابقة. انت مثل ما تعرف يعني بعد مباراة الأمانة اللي انتهت بفوز الأمانة على ديالى، يعني اللاعبين أصابهم يعني تقريبا إحباط عالي. انت شوف بالوحدات التدريبية ايش ما تعطي للاعبين من تكتيك، من بدني، من واجبات، انت تضربها في الحالة النفسية صفر، فهي الواقع يصبح صفر. الحمد لله والشكر، فوز مهم، 3 نقاط مهمة، وإن شاء الله نحتل المركز السادس.